عندنا طبعا لعيبه صغيره، عندنا لعيبه جداد انضموا السنه دي، عندنا لعيبه خبره. انما المشكله في اللعيبه الخبره ان هم بعاد شويه، يعني كابتن حمص حسني عنده شد خفيف كده، بيلعب على فترات مأثر عليه طبعا بعد الجراحه اللي عملها. عمرو السولية مش موجود، فبالتالي ده مأثر شويه على اداء. انما انا سعيد باداء الفرقه في الماتشين اللي فاتوا، بالذات ماتش وادي دجله وماتش النهارده قدام طلائع الجيش. احنا وصلنا للجون كتير. يعني انا هقول لك حاجه كابتن خالد مش غريب عليك، انت اكيد طبعا فاهم وشايف. انا عندي الحمد لله احسن جونين في مصر النهارده كان محمد مصطفى ومحمد عواد. عندي احسن ديفنس واحسن نص ملعب. انما كان عندي المشكله في الناحيه اللي فوق، برغم ان انا عندي هداف الدوري جون انطوي، انما ما كناش بنلعب الكوره او بنوصل بالايجابيه اللي احنا عايزينها في النادي الاسماعيلي واللي احنا بنحبها. الحمد لله الماتشين اللي فاتوا احنا وصلنا بايجابيه كبيره، ضيعنا اكتر من 11 12 جول في الماتشين. انما طبعا احنا بدلك في الماتشين، انما في الاول وفي الاخر انا راضي، وطالما احنا بنوصل وبنضيع ان شاء الله هنجيب النتيجه تحسن. طيب هل عندك، انا حسيت ان انت برضو متنرفز شويه على الحكم الماتش اللي فات والماتش ده، حاسس ان انت لا مظلوم في حاجه؟ لا الماتش اللي فات انا كنت متنرفز بس لان الوقت فاضل والضياع كان قليل جدا من الحكم، بس دي بس كانت نرفزه حاجه انا بقول له الساعه بس هي الوقت وكده. النهارده انا ما كنتش يعني نرفزتي مش في الحاجات المؤثره، وانا زي ما قلت احنا ناس بنحب العدل، دايما بنحب الحاجه اللي بنحب بيها، برضه لازم نحب الفرقه الثانيه تاخد حقها وكده. واخد بالك انت معايا، احنا النهارده عندنا ضربه جزاء ثانيه، انما يعني الناس ما اعترضتش واحنا عادي جدا. طيب كابتن، هل في حصلت مشكله او حاجه قبل الماتش؟ كان محمد صبحي فاكر انه هيلعب ومحمد عواد اللاعب، ولا ده طبيعي ان عندك 2 حراس تقال؟ لا خالص يا كابتن خالد، احنا عندنا 2 حراس ثروه و2 حراس محترمين. احنا يعني جالنا طلبوا جواز عواد مرشح لمنتخب مصر، فاحنا طبعا عشان نساعد عواد يمكن من الناحيه الانسانيه والناحيه الفنيه ان هو يبقى راكب في منتخب مصر كان لازم نلعبه. وانا اتكلمت مع صبحي الراجل اول ما قلت له قال لي يا كابتن ده لازم كلنا نساعده وعلى راسي اللي هطلبه يعني. تمام الاثنين عندنا ما شاء الله يا كابتن. تمام، شكرا كابتن احمد العجوز المدير الفني للنادي الاسماعيلي.